كل موقف بنتعامل فيه مع شخص بيكون له طابع مختلف تماما، لان حتى لو اتعاملنا مع ناس كتير كل واحد منهم له ردود افعال مختلفة، وده بيخلي التعامل معاهم ممتع وفيه تحدي دايما، لان كل واحد بنقابله في حياتنا عنده طريقة تفكير مختلفة عن غيره، والطريقة دي بتخلي كل شخصية فريدة ومميزة بطريقتها الخاصة، وده بيخلينا نفهم ان كل يوم ممكن نكتشف جانب جديد لشخص ما. التنوع ده بيخلي حياتنا مليانة الوان وتجارب جديدة. الرحلة بتاعتنا لسه في اولها، ومع ذلك قدرنا نلمس قد ايه شخصيات حوالينا متنوعة ومليانة طباع مختلفة، ولأن في الأصل إن الاختلاف هو سنة الحياة. الاختلاف بين الناس واضح جدا في طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم، والذكاء في التعامل مع كل شخصية بيخلي علاقتنا أقوى وأفضل. علشان كده التعامل معاهم محتاج صبر كبير وهدوء، كمان محتاج نفهم دوافعهم ونحلل ردود أفعالهم، مش بس نتصرف على أساس توقعات سطحية. وزي ما ابتدينا رحلتنا في السلسلة دي في تحليل الشخصيات وفهمها، وكانت أول شخصية قدمناها كانت الشخصية الحمراء، الشخصية القوية اللي بتحب السيطرة وتركز على النتائج، وشوفنا ازاي وجودها حوالينا بيحفز الناس على الانجاز وبيخلينا نفهم قد ايه الحزم والوضوح مهيمن في التعامل معاها. وبعد كده في الجزء الثاني عرفنا الشخصية الخضراء الهادية والمسالمة، بطبعها هادية بتحب الروتين والهدوء، ووجودها حوالينا بيضيف طمأنينة واستقرار. ومن خلال الشخصية دي فهمنا ازاي التعامل بصبر وهدوء وطمأنينة بيخلي العلاقات اقوى. كل شخصية من دول علمتنا زاوية مختلفة في فهم الناس وطريقة التعامل معاهم. كل نمط من الشخصيات اللي شفناها بيمثل جانب مختلف من حياتنا، بيفتح قدامنا طرق نفهم بيها الناس اللي حوالينا، لان كل شخصية بتعلمنا حاجة جديدة عن نفسنا وعن غيرنا، وبالتالي فهم الشخصيات مش بس عن اللي حوالينا، ده كمان عننا احنا. والنهارده وصلنا للمرحلة الثالثة. النهارده هنبدأ نتعرف على الشخصية الصفراء. دي شخصية مليانة طاقة وحيوية، وبتحب الحركة والتجديد، وجودها حوالينا بيضيف جو من المرح والتفاؤل، ومعرفتها هتكمل الصورة الكاملة لفهم كل الشخصيات. هنبدأ بالتعريف بيها ونفهم طبيعتها من جوه، ونكتشف ايه اللي يخليها مميز وفريدة بين كل الشخصيات التانية. مش بس هنركز على التعريف، كمان هنعرف المميزات اللي بتميزها عن غيرها، والعيوب اللي ممكن نحتاج ننتبه ليها، وكمان هنتعلم طريقة التعامل معاها بشكل صح. الكاتب توماس إريكسون بيقدم الشخصية الصفراء بطريقة مختلفة تماما. بيقدمها انها شخصية مليانة حياة وطاقة، دايما متحركة ومليانة حيوية، دايما متحمسة لأي حاجة جديدة، وبتحب المغامرة والتجارب المختلفة. لما بتبقى موجودة حوالينا بتحس ان كل حاجة ممكن تحصل، وكل يوم ممكن يكون مختلف وممتع. وقبل ما تغوص في تفاصيل الشخصية لازم نفهم معنى التعريف بالشخصية. التعريف بالشخصية مش بس اسم او لون، دي الطريقة اللي بتوضح لنا طبيعة الشخص وطريقة تفكيره وتصرفاته. وبالتالي التعريف بالشخصية هو المفتاح الأول لفهم أي شخص حوالينا والتعامل معاه بذكاء ووعي. الشخصية دي اجتماعية جدا، وبتحب تكون موجودة وسط الناس، بتحب تتواصل وتشارك في كل المواقف الاجتماعية. وجودها حوالينا دايما بيخلي الجو مليان حياة وحركة، لأنها بتحب تبني علاقات بسرعة وتتعرف على ناس جديدة بسهولة، وده بيخليها دايما محط اهتمام ومحبوبة من اللي حواليها. بتركز على العلاقات الإنسانية أكتر من أي قواعد أو أي أنظمة، دايما بتفكر في إزاي تخلي اللي حواليها مرتاحين وسعداء. بتحاول تحافظ على انسجام المجموعة أكتر من الالتزام الصارم بالقوانين، وده بيخليها شخصية مرنة وقريبة من الناس. بتحب الكلام والهزار والضحك مع الناس، بتشوف ان الدعابة والمرح بيخلي الحياة اسهل واجمل، لانها بتحب تكسر الروتين بالضحك والمواقف المرحة. وجودها حوالينا بيخلي الجو ممتع وبيخفف التوتر. الضحك والكلام معاها دايما بيحسسك بطاقة ايجابية حواليك. وجودها حوالينا بيشد الناس ويخليهم متحمسين، لانها دايما مليانة طاقة ايجابية حتى في المواقف الصعبة. طاقتها بتتنقل بسرعة للي حواليها، وبتخلي اي مكان فيه حياة اكتر. الناس بتحب تقرب منها لانها دايما بتدي احساس بالسعاده والحركه. وبعد ما عرفنا الشخصيه الصفراء هنقدم دلوقتي مميزات الشخصيه، الصفات اللي بتميز اي شخصيه عن غيرها وبتخليها فريده ومختلفه، الصفات اللي ممكن نستفيد منها في التعامل معاها وفي حياتنا اليوميه. الشخصيه الصفراء متفاعله جدا مع كل المواقف اللي حواليها، بتحب تشوف الجانب الايجابي في اي موقف حتى لو كان صعب او معقد. التفاؤل ده بيخلي اللي حواليها بيحسوا بطاقه ايجابيه وراحه، لان وجودها دايما بيضيف جو من الامل والحيويه في المكان. عندها قدره كبيره على تحفيز اللي حواليها، لما بتكون موجوده هتلاقي الناس اللي حواليها متحمسين ومستعدين لاي حاجه. بتعرف تخلي اللي حواليها يشوفوا فرص جديده ويحسوا بالطاقه الايجابيه. الحماس اللي بتنقله بيخلي الفريق كله يشتغل بحماس اكبر، ودي ميزه كبيره بتخلي التعامل معاها مفيد وملهم. الشخصيه الصفراء عندها سحر خاص بيخلي الناس تحبها بسرعه، بتعرف تتعامل بود ولطف مع اي شخص، وده بيخلي القلوب تنفتح ليها بسهوله. وجودها حوالينا بيخلي الجو كله ود ومرن، وده بيخلي اي علاقه جديده تبدا بسهوله ومن غير
توتر، مبتكرة وعندها خيال واسع، دايما بتفكر في طرق جديدة لحل المشاكل او لتسهيل الحياة اليومية. الافكار المبتكرة بتاعتها بتخلي التعامل معاها ممتع ومختلف، بتحب تحط لمساتها الخاصة في اي مشروع او نشاط حواليها. وبعد ما اتعرفنا على مميزات الشخصية الصفراء، دلوقتي جه الوقت اللي نتكلم عن عيوب الشخصية. العيوب دي مش علشان نقلل من اهميتها، بالعكس، معرفة العيوب بتخلينا نقدر نتعامل معاها بذكاء، نقدر نتجنب المواقف اللي ممكن تسبب توتر او سوء تفاهم. اولا، الشخصية الصفراء احيانا بتحب الكلام الكتير والتواصل بشكل كبير، وده ممكن يخليها تنسى تركز على الحاجة المهمة اللي قدامها. الكلام الكتير بيشتت انتباهها، وده ممكن يسبب بطء في اتخاذ القرارات. ثانيا، الشخصية الصفراء بتبالغ في العواطف والمشاعر، بتحس بكل حاجة حواليها وبتركز على المشاعر بشكل كبير، وده بيخليها تبالغ في تقييم الامور او تدي مشاعر اكبر من حجمها الحقيقي. المبالغة العاطفية ممكن تسبب سوء فهم او توتر بسيط في العلاقة، بيوعد اكتر من قدرته على التنفيذ. الشخصية الصفراء احيانا بتحب تبادر وتوعد الناس بسرعة، المشكلة ان احيانا وعودها بتكون اكتر من قدرتها على التنفيذ، وده ممكن يسبب احباط عند اللي حواليها او ضغط على نفسها، بيمل بسرعة ومش بيكمل في حاجة واحدة. الشخصية الصفراء بتحب تتنقل بين الافكار والمشاريع بسرعة، احيانا ده بيخليها ما تكملش حاجة بشكل كبير او تفقد التركيز. الحركة السريعة ديت او التنقل السريع ممكن يسبب احباط للناس اللي حواليها او مشاكل في الشغل الجماعي. وبعد ما قدمنا التعريف بالشخصية وتعرفنا على مميزاتها وعيوبها، دلوقتي هنتكلم عن طريقة التعامل مع الشخصية. طريقة التعامل معناها ان ازاي نتصرف معاها في المواقف المختلفة، الطريقة اللي بتخلي التواصل معاها اسهل واكتر انتاجية للطرفين. الشخصية الصفراء بتتفاعل بشكل افضل لما تبدأ معاها الكلام بطريقة ايجابية، كلمة تشجيع او مجاملة بسيطة ممكن تفتح الحوار على طول. الكلام الايجابي بيخليها تكون مستعدة تسمع وتشارك بشكل اعمق. بتحب الطاقة والحماس في كل حاجة حواليها، لما تشجعها وتحفزها ده بيزود حماسها وبيخليها متفاعلة اكتر، لان التحفيز بيخليها تاخد المبادرة وتشارك بكل حيوية، وممكن تديها دفعة بسيطة بكلمة او مثال عملي، وهتلاحظ فرق كبير في استجابتها. الشخصية الصفراء مش من النوع اللي بيحب التفاصيل الطويلة والمملة، لما تتكلم معاها ركز على الجوهر واختصر الكلام، خلي كلامك مباشر وجذاب مع أمثلة عملية صغيرة لو احتاجت، وده بيخليها متفاعلة طول الوقت ومهتمة باللي بتسمعه. واخيرا، بتتفاعل اكتر مع اللي بيكون ممتع وعملي، لما تربط الافكار بالتجارب الواقعية هتحس ان انت على تواصل معاها. الامثلة العملية والانشطة الممتعة بتخليها تستوعب المعلومات بسرعة. وبكده نكون اتعرفنا على الشخصية الصفراء من كل جوانبها، شفنا هدوءها الاجتماعي وطبيعتها وازاي بتأثر على اللي حواليها، كمان فهمنا مميزاتها اللي بتخلي التعامل معاها ممتع وعيوبها اللي محتاجين ناخد بالنا منها، وتعلمنا طريقة التعامل معاها بشكل يخلي التواصل سلس وممتع ومثمر للطرفين.